السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ معانا النهارده اسطورتين في عالم الحديد، بين المقارنة النارية بين الوحش اللي حطم كل ارقامه القياسية روني كولمان، لاري وينز اللي بيمزق بين القوة والشكل الجمالي. السؤال هنا، مين الافضل ومين الاقوى؟ يلا بينا نبدأ. هنبدأ دلوقتي التدريب اللي كان بيتمرنه روني كولمان والأوزان اللي كان بيرفعها. روني كولمان كان بيتمرن بأسلوب جنوني. تخيل كده، اتمرن بالسكوات 360 كيلو وكأنه بيسخن. وكان بيلعب الديد ليفت 360 كيلو بكل سهولة، وكان بيعتمد بالأوزان التقيلة، بيلعب تكرار بوزن تقيل والتكرارات العالية، وده اللي خلاه أسطورة في كمال الأجسام. أما لاري وينز فهو وحش في الباور ليفتنج، وبيجمع ما بين القوة والشكل الجمالي. قدر يعمل ديد ليفت ب 400 كيلو، وبيعمل بنج بريس بأوزان مرعبة، ومع ذلك كان عنده فورمة مجنونة. القوة العضلية، روني كولمان كان مثال للقوة العضلية مع الضخامة، لكن كان بيركز في التكرارات في أسلوب التمرين في كمال الأجسام. أما لاري وينز بيركز على القوة المطلقة، وهو واحد من أقوى الأشخاص اللي لمسوا الحديد. القوة العضلية، روني كولمان كان مثال للقوة العضلية مع الضخامة. روني كولمان للأسف رفع ثمن التدريبات الجنونية والعمليات. العمليات اللي عملها على ظهره خلت حركته محدودة، لكن هو نفسه قال لو رجع بيا الزمن هعمل نفس الحاجة. أما لاري وينز فمر بتجارب وإصابات، لكنه لسه محافظ على قوته، وبيلعب في مجالات تانية مختلفة زي سترينج مان. في الآخر المقارنة مش روني كولمان أسطورة في كمال الأجسام، ومحقق 8 ألقاب مستر أولمبيا. أما لاري وينز فبيكسر أرقام قياسية في القوة. أما لاري وينز فبيكسر أرقام قياسية في القوة، وبيكسر أرقام قياسية في القوة البدنية، ولسه مستمر. فالسؤال ليكوا يا أبطال، لو كنتوا تختاروا شخص تلعبوا زيه هتختاروا مين؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبكده أكون خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني بلايك وتقول لي رأيك في الكومنتات. لو الفيديو ما عجبكش يا ريت تقول رأيك في الكومنتات علشان أطور من نفسي. كان معاكم عبد الرحمن ربيع، و